دائما فانا في الحفل اللي كنت في المناسبه ديال العواشر معنا ديكلون. اش سميتك؟ سميتي عمو تاتا. عمو تاتا وانت؟ عمو تاتا صغير. ميكي موس صغير. ميكي موس صغير. جينا اليوم عند من جيتو؟ جينا عند بن داود. بن داود. وكنبغيو نشكروا من هذا المنبر على حيت كل العواشر كيفرح الوليدات الصغار للمده ديال سنين هذه، وكنبغيو نقدموا ليه التحيه من هذا المنبر. وجيو عندك كيما وانت يا؟ انا بحال ولا انت شحال هذه؟ خاصك رضيعه. مومو صغير وانت؟ انا خاصنا الوليدات نشوفوهم بخير وعلى خير. شي حاجه ديال الكلون شي حاجه ديال الكلون. كنبغيو كاين غا تيراسرس. تبارك الله عليكم. احنا ديما مع بن داود. مساء الخير. اليوم غنتواجدوا في منطقه حي الفرح، حي الامل. عندنا واحد الممول الحفلات معروف على الصعيد الحي ديال ضرب سلطان ديال الفقراء وحي شارع الفيدا. غادي ناخذوا الدور الاستثمار ديالو اللي هو ممول الحفلات بن داود. هذا المحل اللي سميتو دنيا الافراح. غادي يعطينا السي بن داود المعلومات. واليوم كنتواجدوا في هذا المحل هذا. كاين اليوم الحنه، كاين هادشي ديال الافراح الوليدات. غيعطينا بهذه المناسبه. هو ديما كيدير هادشي، وعلى ما قال لي كيتعاون مع السيكتور مع الحي، وهو او ميم طون ممول الحفلات. غادي يحكي لنا بالضبط شنو كاين سي بن داود. شكرا خويا، شكرا تبارك الله عليك. حنا بالنسبه للاخ الاسم ديالكم بالتاكيد مذكور بن داود تريتور اللي في حي الامل. ديما بهذه المناسبه ديال العيد كنديروا مناسبه للوليدات الصغار، كنفرحوا بهم وكنتعاونوا معهم، وكنديروا الحنه، اللبس، كل شيء، العماريه. هذه تقريبا دابا من نهار بديت في هذا المحل وانا كندير هذه المناسبه. علاش كندير الكافه؟ الكافه الكافه امان. كتعطيهم واحد الزرافه الامل تيفرحوا هاد الوليدات والوالدين ديالهم. وان هذه المناسبه كلها كيفرحوا هاد الوليدات، وتنبدا من ليله العواشر وتنتهي حتى اليوم ثاني عيد. والحمد لله. وانا تندير هذا الشيء ديال تريتور، كندير باك كومبلي. غنبقاو في هذه الصيغه ديال المناسبه ديال عيد الافطار ومناسبه رمضان. شفنا كلشي فرحان، وعندك هنايا تكاشط، عندك النقافه هنايا، عندك شي د الحنه. تميزوا بهذه المساله. هذه الثقافه اللي غتخلينا ديما ما كنفقدوش يعني هذاك التراث المغربي. وهذا الشيء كتشجع به الناس اللي جايين من الناس اللي جايين من الحي ديالنا، الوليدات الصغار والاطفال الصغيرين، النساء، ولادهم وبناتهم، كل شيء. الاخوان انت كتشوف دابا الحال. على ما قلتي لي حتى الوليدات باش يديروا يرسخوا ملي كبروا بغيو يتزوجوا يشوفوا هذا هذاك الشيء اللي كان اخي. الله يحفظك، بارك الله فيك، والحمد لله. غادي نرجعوا انت ممول الحفلات يعني كدير الحفلات بالماكله بالشوا بكل شيء. انتم شحال هادشي وارث عندكم ولا هادشي كان عندكم هوايه؟ هذا وارث عندي حقيقه من صغري وانا تندير هذا الدومين، مولوع فيه. والحمد لله عندي واحد الاسم كبير في السمعه في الكازا، الاسم ديال بن داود، لانه انسان معقول وما غادي في جديه، وغادي بدرجه وغادي بشويه. غادي نقاطعك هنا. الوقت اللي كنا جايين عندك المحل ما كناش عارفينه، سولنا واحد السيد قلت له المحل بن داود، قلت لي راه معروف التريتور كبير هذاك. يعني عطاتني اسماء اللي معروفين للصعيد، ما بغيناش نسميو، ما بغيناش نديروا هذا بهذا، ولكن قالت لي راه محل معروف. واش خاصكم شي حاجه د الماكله داك الشيء عنده زوين؟ قلت لها حنا صحافيين عندنا مع واحد اللقاء. قالت لي تبارك الله عليك. وهي السيده حتى هي واقيلا راه كاينه هنا، جات حتى بالمناسبه. هي هذاك الشيء اللي كتقولوا كاين حقيقي. لان بالنسبه لي فين ما تيسولوا على بن داود تيقولوا لي الانسان الله عمر دار، وهذا شرف ليا. وانا فرحان بالنسبه لهذا السيكتور ديالي، انني تنحترم الحي ديالي، واي واحد تيجي ما تنخسرش ليه. بالنسبه لهاد المأكولات الشوا وداك الشيء الجميع اللي بغاو عباد الله كدير كومبلي باك كامل، طابله كومبلي بالماكله بكلشي. يعني نسولك الطبله مثلا ديال 6 الاشخاص ولا 12 واحد تقريبا شحال السعر القيمه ديالها؟ كان ممكن على الشروط اللي بغاو يشرطوا الناس. كاين اللي بغاو باك، بغاو ستايل حوت، ولا بغاو دجاج،
كل حاجه والثمن ديالها. حنا مثلا قلتي كتساعد عباد كان ما كنديروا الثمن الجوده. هذاك الشيء هذا هو المشكل اللي خص تسول عليه، لانني كندير الجوده وتنساعد الناس، والحمد لله هذا شرف ليا. هذا مشكل كان مطروح، لان كاين البعض حنا ما غنعموش، ولكن نتوما كنتم الناس اللي كتجيبوا اللحم الجديد، كتجيبوا الحوت الجديد. كل شيء عندي ناس معايا، عندي ناس كيحترموني. اي لا بكزار ديك انا ما كنزكيكش، انا خديت معطيات من عند الناس، داكشي كنوصل الرساله للناس. داكشي اللي كاين دابا. انا سميتي كتزكيني، هذا هو المهم. دابا المحل فين كيتواجد بالضبط باش تحكي للناس؟ هذا شارع الشنهاجي، حي الامل. عبد الله الصنهاجي، حي الامل، قرب ما بين الدريسيه وحي الفرح والنواحي كلهم. هذو كلهم السيكتور ديالي، كلهم كيحترموني. انا بصراحه فين ما تيسولوا على بن داود كاين السميه ديالو. اش كتقول الكليان ديالك في هذه المناسبه باش تدعموا ويجيو؟ تندعمهم، تنقول لهم مرحبا بهم عندي، وحنا فرحانين بهذه المناسبه ديال العيد. فرحانين بزاف لانني انا مستعد انا ووليداتي. وانت كتشوف الاقبال اللي داخل عندي في الحانوت، كتشوف الوليدات فرحانين والوالدين ديالهم فرحانين، وهذا شرف ليا. غادي نخليوك معايا وغادي ندير واحد الكاميرا بالخف، غادي ياخذ كاميرا واحد بالخف قبل الناس. دورها استاذ الكاميرا بالخف. دائما كما قلت لك درنا واحد الجوله بالكاميرا بواحد الخفيفه، لان ما بغيناش ناخذوا، لان هادشي بان لي الناس بان لنا كثار على برا والداخل شادين الصف. كاين اللي صحاب لك تفرق شي اجتماع هنا، ولكن تبارك الله عليك كتفرق الفرحه، كتفرق عباد الله فرح. الله يحفظك، شكرا لك بزاف. وانا كنحترم هاد الاخوان والاخوات كلهم كنحترمهم، وهذا شرف كبير ليا. الحمد لله انا فرحان بالاسم ديالي، لانني كنسمع الاصداء اللي كنرجعوا لوليداتك. قلتي عندي وليداتي كلهم دخلتهم للدومين هذا وحبوه، لان لقيت واحد الولد ديالك هنايا وتعامل معايا، والسي حمزه وكبر بينا وقال لي مرحبا بكم وفرحان. دخلتي فيهم، زرعتي فيهم انا فيهم، لان المحل كيبين السي الاستاذ. المحل راه يدور يشوف المحل انه كاين اقبال، وكاين حتى الماتيريال نقي، وداك الشيء جاز. نرجعوا لواحد المثل كيقولوا تبعت حرفه بوك يغلبوك. هي هذه الشيء هذه. كنقولوا للسي بن داود ديما حنا معاك وديما انت معنا، وسيدنا راه معنا في الدار البيضاء. شحال كلمه في حق سيدنا، الله يشافي لنا ويخليه لنا. انت نطلبوا الشفاء، هو سيدنا، وتبقى هو اللي مالك المؤمنين، والله يجيب ليه الشفاء والله يشافيه. ونطلبوا الاسره ديالو حتى هي الله يعاونهم. واعز انسان عندنا هو سيدنا، الله ينورو، الله يزيد في مثاله. تبارك الله عليك، هذا كلام جميل، كلام طيب، تبارك الله عليك. ديما عاش الملك النخاع من طنجه للقويره. الله ينورو، هو دابا الا جاتك شي حفله في الجنوب تمشي تصوبها. مرحبا. تبارك الله عليك، راك انت انسان مواطن ومجاهد، تبارك الله. غادي نختموا بهذا السؤال وغادي نقول لكم مرحبا بكم عند السي. فكرني في الاسم، الاسم مذكور بن داود، حنا عندو في المحل ديالو، هو مول الحفلات. مرحبا بكم عنده، والى اللقاء فرصه اخرى بحول وقوته. السلام عليكم ورحمه الله.